انا طول عمري بستخدم دراعات بلاي ستيشن 4، لكن اول مره امسك كنترولر اكس بوكس. وزنه اتقل شويه وكمان مختلف جدا. معاكم احمد رجب واهلا بيكم في زوبعتي. عالم البلاي ستيشن والاكس بوكس كبير جدا، وعشان كده النهارده هنراجع منتج منهم وهو جيم سير جي 7 برو. فده شكل العلبه من قدام وده شكلها من الظهر، وهبتدي افتح البرشامه من الجنبين واسحب البوكس. وبعد ما فتحت العلبه هنلاقي اول حاجه عندنا وهو الكنترولر بتاعنا، وبيجي باتنين لون، واول لون معانا هو الابيض، اما اللون الثاني بيكون اسود ومسمينه شادو امبير. والكنترولر ده في منه نسخه اصدار محدود وهي اسمها جي 7 برو واتشنج اديشن، وبيكون شكلها جامد قوي، وده تعاون مع لعبه واتشنج، وسعر النسخه دي بيكون اغلى شويه ب $100. ونرجع للعلبه بتاعتنا وهنلاقي عندنا بعد كده قاعده الشحن، واللي في ظهرها موجود منفذ تايب سي، فلما اوصل اي سلك تايب سي بيه واحط الدراع على قاعده الشحن هيبتدي ان هو يشحن. وعندنا بعد كده الدونجل ده وهو اللي بيشغل الدراع وايرلس على البي سي. وهتلاقي في العلبه اشكال اسهم اضافيه، وعندنا في ظهر العلبه هتلاقي سلك 3 متر بيكون بمنفذ تايب سي، والمنفذ الثاني يو اس بي. واخر حاجه هتلاقيها وهي دليل الاستخدام، وهتلاقي كود اشتراك شهري مجاني على موقع الالعاب اكس بوكس، فعشان تستخدمه كل اللي عليك هتخربش الكود وتعمل اكونت جديد على موقع اكس بوكس، ومبروك عليك الشهر المجاني، تقدر تحمل اي لعبه من الالعاب دي وتبتدي تلعبها. نيجي بقى للتصميم، فلو هنتكلم عن الملمس اليد بيكون مريحه جدا، وجزء منها مصنوع من الجلد الناعم، وتقدر تشيل الوش الامامي من الدراع لانه بيكون متثبت بمغناطيس، فتقدر تشيله بكل سهوله. والشكل الشفاف ده هيكون تحفه فنيه في ايدك، ووقتها تقدر تغير اشكال الاسهم وتركب اللي يريحك حسب الجيمز اللي انت بتلعبها. نيجي بقى للمواصفات. عندنا اول حاجه وهي عصايه الانالوج، ومش هيحصل معاك مشكله الستيك دريفت. ولو مش فاهم يعني ايه، دي مشكله بتحصل لما تيجي تستخدم الدراعات كتير، ان بيبقى فيه سنسور معدن او بلاستيك تحت عصايه الانالوج، فبيحتك ببعض وبيتآكل مع الوقت، وساعتها لما تيجي تلعب لعبه هتلاقي اللعبه تتحرك لوحدها، وده من غير ما تلمس عصايه الانالوج. عشان كده شركه جيم سير طورت الدراع وعملت تقنيه تي ام ار ستيك، ودي معناها انها خلت عصايه الانالوج تشتغل بمغناطيس، يعني مفيش احتكاك، فمفيش تآكل، فمفيش مشكله الستيك دريفت. وهتلاقي عندنا 4 زراير اضافيه، زرارين في الظهر بيعملوا صوت زي تكه الماوس، وهتلاقي زرارين تحت في قاعده الدراع، وكلهم تقدر تبرمجهم عن طريق برنامج جيم سير نيكسس، هتحمله عن طريق برنامج مايكروسوفت ستور. ولو مش عايز تستعمل الزراير الاضافيه اللي في الظهر، في زرارين صغيرين لو قفلتهم هيمنع انك تدوس على الزراير دي، وده عشان ما تدوس عليهم بالغلط وانت بتلعب. وكمان بيكون في زرارين صغيرين فوق لو قفلتهم بيخلي ضغط زراير التريجر سريعه جدا، وده عشان ما تخليهمش ضغطه طويله، عشان لو عايز تلعب العاب تصويب فتحتاج انك تكون عايز ضغطه سريعه. وهتلاقي من قدام عندك منفذ 3.5 مللي، ده عشان لو عايز تشغل سماعه ومايك في نفس الوقت، ومن غير ما احتاج اوصلها بالبي سي عشان لو انا بعيد عن الكمبيوتر. وممكن تعمل ميوت للميكروفون عن طريق الزرار ده، وهتلاقيه قلب معاك باللون الاحمر، والميكروفون ده مش هيشتغل. والدراع ده فيه خاصيه الجيروسكوب، ودي معناه انك لو بتميل الدراع شمال يمين تحت فوق فهتلاقي اللعبه بتتحرك معاك حسب حركه الدراع. بس الخاصيه دي شغاله على البي سي بس مش جهاز الاكس بوكس، وده لان جهاز الاكس بوكس نفسه ما بيدعمهاش. وبالنسبه للتوافق، الدراع ده تقدر توصله بثلاث طرق مختلفه. ممكن اوصله بالبي سي عن طريق ان اركب الدونجل بتاع الوايرلس في الكيسه، وبعدين في ظهر الكنترولر هلاقي زرار صغير بيغير وضع التشغيل، فلما يكون الزرار في النص كده هو على وضع السلك، فلو سحبته ناحيه اليمين كده بقى على وضع الوايرلس، وبعدين اضغط لمده ثانيه على زرار الاكس بوكس وبعد كده هتلاقيه يشتغل معاك. فهو دلوقتي بيديني وميض بينور ويفصل، يعني لسه ما اتربطش بجهاز البي سي، لكن اول ما حطيت دونجل الوايرلس اللمبه بقت ثابته، وكده معناه انه خلاص توصل بالكمبيوتر. وممكن برضو تعمل حركه صايعه، لو جيت فتحت القاعده بتاعت علبه الشحن وركبت فيها الدونج بتاع الوايرلس، ممكن باي سلك تايب سي اربط القاعده بالكمبيوتر، وتقدر برضو تلعب الدراع عن طريق الوايرلس. ولو عايز تشحن الدراع بتركبه على القاعده، منها انك بتحافظ على الدونج ما يضيعش وفي نفس الوقت بتلعب وايرلس. والطريقه الثانيه انك تشغل الدراع عن طريق السلك، هتسحب زرار وضع التشغيل في النص، وبعدين توصل سلك التايب سي في ظهر الدراع. بس للاسف لو هتستخدم الدراع ده على جهاز اكس بوكس مش بيشتغل غير بالسلك، يعني ما ينفعش تشغله وايرلس، وده لان اكس بوكس حاجه خاصيه الوايرلس للدراعات اللي هي بتصنعها بنفسها، لكن هي مديه ترخيص وايرلس لنسخه ويتشينج، فميزه الدراع ده ان هو بيشتغل وايرلس على اكس بوكس. والطريقه الثالثه والاخيره انك تشغل الدراع ده عن طريق بلوتوث، فهتسحب زرار وضع التشغيل للاخر ناحيه الشمال، ولو جيت اشغل الدراع على اي موبايل هلاقي ان هو بيشتغل عادي جدا. بس لو البلوتوث بتاع الدراع ما ظهرش معاك هتلاقي عندك زرار قدام دوس عليه لمده ثانيتين، وبعد كده هتلاقي اسم البلوتوث ظهر على الموبايل. طب نيجي بقى للتجربه العمليه. جربت الدراع على لعبه روكيت ليج، الكنترولر بيدي فايبريشن رهيب مع كل جون بيجي، وبيبان مواتير الفايبريشن مع الشكل الشفاف، وكمان مع استخدامي بطاريه الدراع ده طويله جدا، هي 1200 ملي امبير بتقعد استخدام 10 ساعات متواصل. ولما تيجي تشحن قاعده الدراع بتدي الوان، واول ما الشحن يكتمل 100% هتلاقيها ثابته وبقت باللون الابيض. بالنسبه بقى للسعر، سعر الكنترولر ده على الموقع الرسمي بيكون $80 اللي هم حوالي 4000 جنيه مصري، وهسيب لكم رابط الشراء تحت في الوصف. الخلاصه الكنترولر ده فيه مميزات كتيره قوي، مشكلته الوحيده انه بيشتغل على جهاز اكس بوكس بالسلك بس، وهو ما بيشتغلش على جهاز البلاي ستيشن. وقولوا لي لو معاكم المبلغ ده هتشتروا الدراع ده ولا حاجه ثانيه، ونتقابل في شرح جديد.